السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بمطبخ جودي تيوب. واليوم نويت أعمل الكعك الحلو اللي هو شيء أساسي بنعمله جنب المعمول والسيوة. يعني ما بعرف شو بدي أحكي لكم إلا إني يعني هو شيء ولا أروع وطعمه ولا ألذ وقرشة غير شكل. أما العجينة فكانت خطيرة عن جد، كتير كانت مريحة وسلسة. فامشوا على المقادير وإن شاء الله ما بتندموا. شوفوا لي على هالمنظر ما شاء الله. مقاديرنا لليوم هي نفس مقادير الكعك المالح، إلا إنه في إضافات بسيطة من التوابل. عنا كيلو طحين، ونص كيلو سمنة، ومعلقة ونص أكل حبة البركة، ومعلقتين أكل سمسم، وثلاث ملاعق أكل شمرة ويانسون. طبعا بدهم يكونوا مطحونين ومحمصين. معلقة صغيرة قرفة، وربع معلقة هيل مطحون، و2 معلقة صغيرة محلب، وبرشتين 3 جوز الطيب. أما السكر فحسب الرغبة، يعني أنا حطيت كاسة ونص، في عالم بتشوي بتحط قصة أكتر، بس أنا حسيت كاسة ونص هيك بتكون تمام. ومعلقة أكل بيكنج بودر. وهلأ بحط كل المكونات الجافة مع بعض. وبعد ما حطيت كل المكونات الجافة بحركهم مع بعض، وبعدين بنزل عليهم السمنة بالتدريج. ببسهم بهالطريقة، وبرجع بحط كمية شوي شوي لحد ما وصل للقوام اللي قلت لكم عليه، إما كرة يعني أو تنعمل كعكة. بس نحنا ضمنا العجينة بهالوقت، يعني قبل ما أحط المي أو الحليب، انتوا هيك بتكونوا يعني ضامنين إني الكعك رح يكون ممتاز. كمان بعد ما خلصنا بنحط كاسة حليب، في عالم بتعجن بمي، أنا يعني استخدمت كاسة حليب عجنتها، وما شاء الله العجينة حتى هلأ فيني فورا يعني أعملها، يعني ما في داعي إني أتركها ترتاح. هيك كانت العجينة جاهزة، وبدأنا بالشغل. في منه كعكته، وفي منه عملته بالقوالب، ده تغيير شكل بس. وانتوا عم تشوفوا التشكيل، رح احكي لكم قصة ان شاء الله ناخد منها العظة. القصة حصلت في احدى القرى. شاب راح لعيادة مريض من اهل قريته، والمريض كان رجل مسن كبير وعمره فوق 90. صار الشاب يلاطفه ويضاحكه ويقول له كلام يعني من باب إخراج المريض من كآبته. فالشاب قال للرجال الكبير المريض، قال له إن شاء الله أنا وياك نموت بيوم واحد. الشاب قصده إنه لساته شاب، يعني شباب، فبيطول. واللي حصل إن الرجل المسن يعني الرجال الكبير مات بعد عدة أسابيع ظهرا، والشاب توفى عصرا، ودفنوهم بجوار بعض. ننتبه من هالقصة إن البلاء موكل بالمنطق. وقصة تانية
وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. فقال: أما لك فنعم، أما لي فلا حاجة لي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو قال قرة عين لي لهداه الله. فالبلاء موكل بالمنطق. وبيجي حدا تاني بيكون ضجران من ضيق العيش وكثرة الديون، فبيصير بيشتكي وبيقول: أنا رح يعيش كل عمري فقير، أنا تعبان، أنا رح موت ومديون، أنا مديون، أنا. انتبهوا، فالبلاء موكل بالمنطق. وقيسوا هالكلام على كتير من الأشياء نحن منقولها وما حاسين على حالنا. انتبهوا، فالبلاء موكل بالمنطق. وهيك بتكون خلصت القصة وخلصوا الكعكات، وإن شاء الله صحة وهنا وعوافي.